مداد المعلم لا يمحى وإن طال الزمان، من قلب امتلأ امتنانا ومن ذاكرة لا تنسى. من زرع فيها أول بذور الفهم. نطلق اليوم سلسلة صناع العقول وفاء لأعظم من مروا في حياتنا، المعلمون. هذه السلسلة ليست مجرد حكايات، بل نداء ضمير حي من ذاكرة المجد والعلم. نحكي عن رجل سطر اسمه في تاريخ قريته بماء الذهب، الشيخ محمد فؤاد مرسي أبو النور، المعروف بالشيخ فؤاد القصاص، علم من أعلام قرية الميمون ورمز للعلم والوقار. هو أول أبناء قريته الذين نالوا شهادة العالمية من الأزهر الشريف، ففتح باب العلم واسعا أمام من جاءوا بعده، وكان القدوة والنموذج الذي يحتذى به. معلم جليل صاحب رسالة الأنبياء، تتلمذ على يديه القاضي والطبيب والعالم. كان مهابا بهي الطلعة، لا يرى إلا بثوب الأزهر ووقاره، وكان حضوره وحده كافيا ليزرع الاحترام في النفوس. أحبه الكبير والصغير، لأنه لم يكن يعلم الحروف فقط، بل كان يزرع القيم والمبادئ. في أزقة الميمون سيظل صدى خطاه محفورا في الذاكرة، فقد غرس العلم بيد وربى الأخلاق باليد الأخرى، فخرجت من تحت يديه أجيال تحمل رسالته وتكمل مسيرته. وعلى المستوى الأسري، كان الأب والمربي بنفس القدر من العطاء، غرس في أبنائه حب العلم والنبل والشهامة. ومن بيته خرج الطبيب الماهر والمدير العام في شركة كهرباء شمال الصعيد، وكأن سيرته العطرة تجسدت فيهم لتستمر رسالته في الأجيال التالية. رحمك الله يا شيخ فؤاد، وجعل علمك صدقة جارية لا تنقطع، فما تركته من أثر سيبقى ما بقيت الحياة، يضيء القلوب والعقول، ويشهد أنك كنت رسالة تمشي على الأرض. بقلم حسب الله عبد الحميد زيدان، العالم الجليل الشيخ فؤاد القصاص.